وصفتنا النهارده هي الوصفة اللي دايما أمهاتنا كانت بتعملها ودايما كنا بناكلها على الفطار مع حاجة سخنة أو بنحشيها. كمان ممكن نحشيها قبل ما نخبزها، فهي وصفة لذيذة جدا. وصفتنا هي القرص الطرية الفلاح. الوصفة دي معروفة لناس كتير وبيعملوها من زمان، بس أنا في الفيديو ده هقول لكم على شوية بدايل وشوية تريكات، وكمان هقول لكم على التسوية الصح عشان في الآخر تحصلوا على أفضل قرص تفضل طرية معاكم لغاية آخر واحدة. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ولايك وشير للفيديو ده. دي كل المكونات اللي احنا هنحتاجها النهاردة لوصفتنا، مكونات بسيطة ومتوفرة تقريبا في كل بيت. أول حاجة معانا ربع كيلو من اللبن الدافي اللي هو 250 ملي، ضفنا عليه ربع كوباية من السكر اللي هي 50 جرام، وهنقلبهم كده مع بعض. السكر ممكن نضيفه على الدقيق عادي أو نضيفه على اللبن. هنحط كمان عليهم معلقة ونص من الزبادي ونقلبهم كويس. بالنسبة بقى للبن، أصل الوصفة دي بيتعمل باللبن الرايب، فلو مش متوفر عندك لبن رايب تقدري تستخدمي اللبن وتحطي عليه الزبادي زي ما أنا عملت، وهيديكي نفس نتيجة اللبن الرايب. بس كمان انت ممكن تستخدمي اللبن بس من غير أي حاجة، أو كمان ممكن تستخدمي اللبن وتضيفي عليه معلقة من الخل، أو اللبن وعليه معلقتين من القشطة، ودي هتديكي أحلى نتيجة، اللبن مع القشطة. دلوقتي هضيف معلقة كبيرة من الخميرة على خليط اللبن. بالنسبة للخميرة هتضيفيها على اللبن لو انت عارفة الدقيق بتاعك ومستخدماه قبل كده وعارفة انه هياخد كمية السوائل دي، لكن لو لسه هتستخدمي السوائل شوية بشوية يبقى تضيفي الخميرة على الدقيق أفضل. هنسيبه بقى على جنب يخمر لغاية ما نحضر المواد الجافة مع بعض. معانا نص كيلو دقيق او 4 كوبايات بالكوبايه المعياريه، هنضيف عليهم رشه ملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم بنص كوبايه من الماده الدهنيه. نص كوبايه ممكن تبقى سمنه بس، ممكن تبقى سمنه على زيت، وممكن تبقى زبده على زيت. الماده الدهنيه اللي هنستخدمها ما بتكونش سخنه، هي بس بتكون سايحه بالشكل اللي انتوا شفتوه. هننزلها على الدقيق ونبدا ان احنا نبس الدقيق بالشكل ده عشان نتاكد ان كل حبات الدقيق اتغلفت بالماده الدهنيه اللي احنا استخدمناها. بعد كده هنضيف عليه كل خليط اللبن اللي احنا كنا مجهزينه من قبل كده مع الخميرة، وهنبدأ نقلبه كده بالمعلقة. أول ما هتبدأوا تقلبوه هتحسوا إن العجينة سايلة شوية أو إن العجينة بتلزق معاكوا شوية. ما تستعجلوش، افضلوا قلبوا كده، وبعد كده هنبدأ إن احنا نعجن كمان بإيدينا. بعد شويه هتلاقوا العجينه بدات تلم معاكم، هتبقى لسه بتلزق شويه. ما تضيفوش دقيق، اوعوا تضيفوا دقيق خالص، كملوا عجن. هتلاقوا العجينه بعد شويه ما بقتش بتلزق، والعجينه بقت طريه جدا تحت ايديكم. ممكن تكملي العجن بقى في الطبق، او ممكن تاخدي العجينه على اي سطح وتفضلي تعجني فيها كده حوالي 5 دقايق لغايه ما العجينه تبقى ملساء تماما. العجينه بتبقى طريه جدا وما بتلزقش في نفس الوقت. بعد ما بنخلص عجن بالشكل ده بندهن الطبق بشوية زيت، وكمان بندهن وش العجينة بتاعتنا بشوية زيت، وبنغطيها وبنسيبها تخمر تقريبا حوالي ساعة أو لغاية ما حجمها ما بيتضاعف. دي كده العجينة بعد ما خمرت، هنطلع منها الهواء. شايفين العجينة طرية جدا وما بتلزقش خالص. هنبدأ بقى نقطعها لكور في الحجم اللي احنا عايزينه. تقريبا النص كيلو عمل معايا حوالي 17 قطعة من القرص الفلاحي. ممكن تقطعوها بحجم أصغر أو تقطعوها بحجم أكبر حسب ما انتوا تفضلوا. لو هتستخدموا صواني زي اللي أنا مستخدماها دي يفضل يتحط عليها ورقة زبدة، لكن لو عندكم صواني ألمونيوم هتستخدموها بندهنها دهنة خفيفة من الزيت وبنحط فيها القرص عادي على طول. وصواني الألمونيوم على فكرة بتدي نتيجة أحلى كمان في الخبيز. بعد ما بنخلص تقطيع وتشكيل العجينة كور بالشكل ده بنسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، وبعد كده بنقعد نفردها بالطريقة دي لغاية ما نخلص كل الكمية. بنغطيها تاني ونسيبها تخمر مرة تانية حوالي نص ساعة لغاية ما بترتفع شوية بالشكل ده. في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن على درجة 200 أو 180 لو هي فيها مروحة. يا اما بندخل الصينيه على طول على الفرن، او ان احنا بندهن وش القرص بالشكل ده بلبن. اللبن بيساعد ان القرص تاخد لون حلو قوي من فوق ويكون اللون كله متناسق شبه بعضه. القرص تقريبا بتاخد حوالي 12 دقيقه جوه الفرن لغايه ما بتستوي. لو استوت ولسه الوش بتاعها لسه محتاج لون اكتر ممكن تفتحوا عليها الشوايه شويه. بعد ما بتخرج من الفرن بنغطيها على طول وبنسيبها لغايه ما بتبرد. ده شكلها بعد ما بردت. احنا ممكن كمان بعد ما بتبرد ان احنا ندهن الوش بتاعها بالزبدة، دي حاجة طبعا ترجع لكم. مش قادرة اوصف لكم بقى ريحتها كانت عاملة ازاي وهي خارجة من الفرن. بجد حاجة كده تحفة. هتعملوا حاجة سخنة وهتقعدوا بقى تاكلوا كده بمزاج وتنبسطوا على الاخر. القرص ممكن تتعمل سادة بالشكل ده او تحشوها عجوة او ممكن كمان جبنة.
الكمية اللي هتتبقى منكم حطوها في كيس في الفريزر وطلعوها لما تيجوا تستخدموها، بس سخنوها هتبقى كأنها طازة. كل المقادير والبدائل هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. أتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها إيه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، وأشوفكم الفيديو الجاي.